تفتكر لو قلت لك تعالى نعمل مشروع عوامات للبحر ممكن يحقق ملايين؟ خدها مني نصيحة. الفكرة ممكن ما تكونش منتج جديد خالص، ممكن تكون منتج عادي خالص بس لعبنا في شكله وفي تصميمه. تعالى واقول لك ليه وازاي وفين وامتى. النهارده هحكي لك عن منتج كل الناس عارفاه، ولما الناس بتروح تشتريه ما بيفكروش كتير، بيشتروا الشكل اللي قدامهم على طول. بس اللي عملته اوليف جاردن كانت فكرة بنص جنيه، بس فكرة جامدة جدا. الفكرة دي اخدت العوامات في حتة تانية. عوامات ايوه، وحياة حبيب عمك رائد عوامات. فلو ما تعرفش اوليف جاردن فدي سلسله مطاعم ايطاليه متخصصه في الباستا الايطالي. طب ايه اللي جاب المطعم للعوامات؟ ده نوع من انواع التسويق يا حبيب عم رائد، ان بقدم منتج يخدم على المنتج بتاعك. بس هنا وسعت منهم شويه، قدموا منتجات الناس تصيف بيها عوامات يعني، بس على شكل المكرونه. تخيل الصيف اللي فات بس اتباعت كلها والناس ما كانتش لاقيها خالص. التورتيلوني اتباعت كلها بعد ساعتين، انما الفيتوتشيني والريجاتوني اللي هي السباجيتي والاقلام يعني اتباعت بعد يومين. الخلاصه يا حبيب عم رائد، الفكره الجديده المترقعه هي اللي تجيب رجل اي حد، والتسويق ليها بيبقى سهل عشان الناس كلها عايزه الجديد والمترقع. تابعني لو مش عايز تفضل عايم في بحر المكرونه يا حبيب قلبي.